بجد الواحد وصل لمرحلة خلاص مفيش بعد كده. انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه يا حسين يا نبيل؟ انت بتعمل ايه يا جمهور؟ هو جمهور الزمالك ده ملوش اهل يسألوا عليه ولا ايه؟ احنا فين؟ في الدوري 6 ماتشات واتغلبنا في الدوري. خدنا التالت. ايه؟ جوميز راح فين؟ فتوح كان بيعمل ايه في الساحل مع محمد صبحي؟ الفريق اصلا فين؟ والاهم من الفريق المدرب فين؟ فين الزمالك يا جدعان؟ محدش شاف الزمالك؟ احنا الواحد بيشوف العجب. طب احنا مش جاهزين للبطوله، لعبنا ليه البطوله دي؟ كنا عملنا زي الاهلي وانسحبنا وقلنا اللعيبه مجهده وبنريحها. اي كلام. بتريحوها من ايه؟ طب الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا وكسبان الدوري وكسبان بطولات، يقول لك انا لعبت وتعبت وكده وهرتاح. انتوا بترتاحوا من ايه؟ بترتاحوا من الخيبه؟ ده الزمالك مغلوب 6 ماتشات في الدوري. بجد والله العظيم كده اللي بيحصل كده فينا كزملكاويه كتير جدا علينا. وجوميز واخد اجازه، يعني انت واخد اجازه ليه؟ انت عملت ايه؟ انت كسبت الكونفدراليه من الوز الكيني والبط الاثيوبي ومش عارف ايه والفرق ما حدش يعرفها وابو سليم الليبي، يعني فرق ما مش فرق. الجونه والمحله والحاجات دي اقوى منها، وعملناك ان انت كسبت بطوله واحترمناك. تيجي في الدوري يعني مريح اللعيبه. من عمري ما شفت فريق بيريح اللعيبه من نص الدوري. طب بيريحوا من ايه؟ بيريحوا من نص الدوري الاولاني مثلا ومغلوبين 6 ماتشات. ليه كده؟ بحبك يا زمالك وبحبك يا زمالك. نيجي بقى نخش على الماتش، ماتش لا ليه لون ولا طعم ولا ريحه. ومن الاخر كده لو كنا بنقابل فريق جامد غير طلائع الجيش كانوا كسبونا 3 أو 4. بجد والله حاجه غريبه وحاجه فظيعه. وشفنا كلنا حسام عبد المجيد طالع يعمل اسيست لمحمد حمدي زكي، يدي الكره اليمين للزناري، والزناري بقى يا عيني عجوز مش قادر يجري، مش محصل محمد حمدي زكي، عايز ياخد توك توك عشان يلحقه. امال لو وصلنا كاس العالم للانديه مثلا وبتلعب مع الريال ولا حاجه وبتسابق امبابي مثلا، يعني مش فاهمه بجد كده كتير جدا علينا. وبعدين هو احنا نافعين بالاساسيين لما تنزل الاحتياطيين دلوقتي والناشئين؟ ده حاجه عجيبه وحاجه غريبه الشكل والله، عجيبه غريبه. وفي الدقيقه 95 يعني بتحصل هجمه مرتده علينا. طب ازاي هجمه مرتده واحنا كسبانين 1-0 وفي الدقيقه 95؟ طب طلع الكره قوي تعمل اي منظر. بجد كده كتير علينا. اتعلموا حاجه من النادي الاهلي اللي بيكسب بالحرام وبالضلال، بس برضه الاهلي لو في الموقف ده الكره صعب جدا بقى انها تتقطع. والله انتوا جبتوا لي كل امراض الدنيا بجد منكم لله. نيجي بقى لحاجه مهمه تانية، صفقات الزمالك. جاي لنا عقد لسيف الدين الجزيري هيحترف في السعوديه ويروح حسام عبد المجيد. طب ما يحترفوا يعني. الجزيري انا بحبه عشان هو علم على الاهلي وجاب جونين ونيم الاهلاويه زعلانين ودمعتهم على خدهم في ماتش في موقعة استاد القاهره. حسام عبد المجيد هو لعيب منتخب مصر ولاعيب المنتخب الاولمبي اللي شال 6 وطلع بفضيحه، ولاعيب من حيث المظهر مدافع كويس، من حيث النتائج خاربها في كل حته بسم الله ما شاء الله. فاحنا نبيعهم ونخلص ونجيب لعيبه كويسه للموسم الجديد، يا اما نقفل بقى نادي الزمالك اجروه كله محلات. يعني انا بوجه سؤال للزملكاويه دلوقتي ولكابتن حسين لبيب والمجلس الاداره، فين المدرب وفين اللاعيبه وفين مجلس الاداره؟ اللي بيحصل حاجه غريبه. انا عمري ما شفت فريق كده. ده الاهلي كسبان الدوري وضامن ان هو كسبان الدوري، ما لعبش بالناشئين الا لما ضمن فعلا انه كسب البطوله. ده احتراف رغم ان هو كان فارق عن بيراميدز حوالي 8 أو 10 نقط. انما احنا عادي، فتوح بيصيف في الساحل، شيكابالا مش عارف راح اسوان يغني مع منير، محمد صبحي قاعد مع فتوح والدنيا حلوه، والجمهور ينحرق بقى الجاز. الجمهور دمه ينحرق
ريحة شياط يا قايل. مالوش اهل. ونسمع بقى كلمه من شويه اهلاويه ما بيفهموش حاجه في الكوره،